تخيل تبقى قاعد في امان الله وتجي لك بنتك تقول لك يا بابا انا زهقانه من البيت فهقعد عند صاحبي اسبوع اروق شويه. فتقول لها يا بنتي عيب تروحي عند صاحبتك ومش يمكن يكون عندها اخ ولد. فتقول لك لا يا بابا انا مش هروح عند صاحبتي، انا هروح عند صاحبي وهقعد معاه اسبوع. طبعا هيجي لك سكته قلبيه وممكن تموت بشلل الرعاش. ولكن هي دي او هو ده المعنى الحرفي للمساكنه اللي نجوم الفن واجعين دماغنا بيها، او بعض نجوم الفن عشان ما نظلمهمش كلهم. تعال اقول لك ايه قصه المساكنه ومين الفنانين اللي اتكلموا عنها، وصدق او لا تصدق مع الصحفي احمد الجدي. من كام يوم ظهر تصريح لدينا لتنضم لكتيبه المدافعين عن المساكنه في نجوم الوسط الفني، وقالت ان ما عندهاش مشكله ان ابنها يجرب المساكنه، ولكن لو هي ام البنت كانت هتاكلها باسنانها لو فكرت تعمل كده. وسبقتها في الدفاع عن المساكنه اللي هي علاقات خارج اطار الجواز، واسمها زيزي، ومش هنقول الاسم الفعلي ليها عشان الرقابه، هي المخرجه ايناس الدغيدي اللي اعترفت بانها مارست المساكنه قبل زواجها من زوجها الحالي، وشافت انه موضوع عادي جدا. ولكن انا اول مره اسمع عن المساكنه كان من الفنان محمد عطيه، اعتقد عام 2022، لما طلع قال انه جرب المساكنه وشايفها حاجه عاديه جدا بعيدا عن الدين، وقال ان العلاقات خارج اطار الزواج هي اللي بتضمن استمرار الزواج لما يتم، وعادي جدا انه يعيش مع حد ما يعرفوش او مش بينهم علاقه جواز ويعيشوا مع بعض ويتعاملوا معامله الازواج لحد لما يرتاحوا مع بعض، واذا ارتاحوا يتجوزوا على غرار الزواج الامريكي. الفنان كريم فهمي اتكلم كمان عن المساكنه وقال انه جربها وهو صغير، ولكن ما دافعش عنها دفاع مستميت. هو عبر عن انه عمل كده وهو صغير وهو مش فاهم ولا واعي بحرمه الموضوع. اما المحامي الاشهر هاني سامح فقد قال انه يدعم المساكنه وبقوه، ولو عنده بنات هيوافق انهم يجربوا تجربه المساكنه. وتبين ان الاستاذ هاني ما عندوش بنات وعنده اولاد، وطبعا نقابه المحامين اتحركت ضده واحالته للتحقيق، وتم تقديم اكتر من بلاغ للنائب العام ضده، لكنه هو كمان قدم بلاغ للنائب العام ورفع قضيه على نقابه المحامين وطلب بتعويض 100 مليون جنيه لانه يدعم المساكنه. واحد ذكي هيقول لي هو المساكنه حلال ولا حرام؟ انا بصراحه مش عاوز ارد عليك رد غريب، بس هجيب لك رد الازهر الشريف عن المساكنه واقراه وافهم عشان ما حدش يجرجرك لمعصيه كبيره وهي كبيره من الكبائر. ده هو راي الازهر الشريف والمنشور على جريده اليوم السابع، الازهر للفتوى المساكنه زي ما انت شايف وحكمها من الكبائر واعتداء على كرامة المرأة. ما تسمعوش للناس اللي عاوزين يودونا في حتة يعني مش عارف هي لا من طبايعنا ولا من ديننا ولا من تقاليدنا ولا نعرف عنها حاجة، واللفظ نفسه غريب بقى يتكرر الفترة الأخيرة، وبقت البرامج تركز إنها تسأل ضيوفها عن هذا اللفظ بشكل غريب وكأنه موضوع رأي عام. فأتمنى إن كل فنان عنده رأي يعني يخالف الشريعة والقانون والتقاليد المصرية يحتفظ بيه لنفسه، عشان إحنا عندنا ناس بتتابع وبتشوف وممكن تقلد وهيكون ذنبها في رقبتكم.